ازيكم عاملين ايه؟ اتكلمت معاكم المرة اللي فاتت على ازاي اننا نحل اي مشكلة بتقابلنا، ووعدتكم ان هكمل معاكم كلامي المرة دي. اني اخد رأي حد مش عيب، بس لازم الحد ده يكون خبرة وفاهم كويس وهيقدر يديني الفايدة، لكن مش اي حد ينفع احكي له مشاكل. وده كان اول حل حبيت ابدأ معاكم بيه. وتاني حاجة هي إني أتفهم إن المشاكل والتحديات لازم تكون موجودة وجزء من رحلتي، وإن أفضل الناس في العالم نجاحاً برضو مروا بمشاكل كتير في حياتهم، وما كانتش الدنيا دايماً في صفهم. يعني عايزة أقول لكم إنكم مش لوحدكم اللي ممكن هتقابلوا مشاكل في حياتكم، لأ، ده الطبيعي عند كل الناس، وإنتوا زي الفل مفكوش حاجة غريبة. بعد كده قسموا المشكلة لكذا خطوة، وكل خطوة بحل بسيط، ده بدوره في النهاية هيخلي عقلكم يسيطر على المشكلة وما يشوفهاش ضخمة وصعبة عليكم. آخر حاجة هقولها لكم إنكم اوعوا تعيشوا دور الضحية وتلوموا الظروف والمشاكل وتفضلوا محلكم سر، لا، قوموا واستعينوا بالله وخدوا بالأسباب وكل حاجة هتكون محلولة. وبتمنى لكم دايما حياة هادية وسعيدة. وبس كده، ده كان كلامي معاكم النهاردة، واستنوني في اللي جاي. ما تنسوش تعملوا لايك وشير على الفيسبوك وسبسكرايب للقناة على اليوتيوب عشان تكونوا أول ناس تشوف الجديد.